عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده ان شاء الله ريفيو عن منتج حصلت عليه ضجه في فتره من الفترات. المنتج ده انا شخصيا بحبه جدا وطالعه بتكلم عنه النهارده علشان هو مفيد وهيساعدك في حاجات كتير جدا جدا بالنسبه لتنظيف بشرتك وتنظيف جسمك وحاجات كتير خالص، وهتكلم عنه بالتفصيل. الفيديو هيكون عبارة ان انا هوريكم الجهاز، اوريكم محتوياته والمحتويات دي بتعمل ايه واهميتها ايه، مميزاتها وعيوبها، وهل انا انصحك تجيبيه ولا لا، ولو ليه بدايل هقول لكم ممكن تجيبوا بدايل ايه. بس ده هيبقى فيديو تاني ان شاء الله يعني. فانا هكلمكم دلوقتي عن المنتج ده عشان ما اطولش عليكم. هوريكم هو ايه المنتج اهو. هو ده براون 5 في 1. عايزه اوريكم صورته بوضوح. هو ده تمام. هفتحه معاكم ونشوف ايه المكونات بتاعته ونتكلم عنها واحده واحده. اول حاجه يتفتح كده، دي الست كامله اهي، وده الكتالوج بتاعه. تمام، خليه ده هنا. بصوا بقى، اول حاجه هي الابليكيتور الكبيره دي اللي هي الاساس. هشيل دي بس الاول واقول لكم هي بتتكون من ايه، وبعد كده نتكلم عن الابليكيتور التانية اللي هي الادوات التانية الصغيره. اول حاجه دي اداه كده اهي، تمام، فيها زرار هنا. الزرار ده لما بيطلع تطلعيه لفوق تشتغل، ينزل لتحت يقف. تمام، في من تحت هنا دي الوصله، مش عارفه باينه ولا ايه، دي الوصله بتاعت الشاحن، والشاحن بتاعها اهو، يعني ده الشاحن يعني. تمام، فدي الوصله بتاعت الشاحن. وفي هنا زي لمبه كده بتنور تحت هنا، بتنور لما انت بتحطيه في الشاحن بينور احمر وكده. طيب هوريكم لما بضغط على زرار لفوق الحاجه من هنا كده بتلف كده، مش عارفه سامعين الزنه ولا لا، بس في حاجه بتلف اهي. كل ما بتشحنيه كل ما السرعه بتاعه الابليكيتور دي بتزيد. تمام، اخر حاجه بيبقى فيه هنا، بصوا، حاجه زي الزرار برضو، بس دي بيتضغط عليها بواسطه لما انت بيكون في زرار تاني في اي اداه من دول، يعني زرار هنا وزرار هنا. فلما بتركبي دي بتخلي الزرار ده الناحيه التانية، يعني عكس الزرار اللي هنا. بيكون قصاد العلامه اللي هي السهم، في سهم هم حاطينه هنا عشان انتي تحطي الاداه قصاده. فلما تتكي على الزرار لفوق كده تروح طالعه خلاص. تمام، فدي اول حاجه الابليكيتور الاساسيه بتاعت اللي هتشغل كل ده. نتكلم عن اول واحده وهي ملاقيط. دي عباره عن ملاقيط، اتمنى تكون واضحه. رايي بقى في الملاقيط دي ايه؟ لو شفنا في الكتالوج هنا، الكتالوج بيقولوا ان الملاقيط دي تستخدم للوش والشنب والحاجات دي، وممكن في الرسمه اللي على العلبه ذات نفسها قالوا تستخدموها على الجسم، استخدموها للجسم. طيب انا كمان رايي فيها ايه؟ رايي ان هي مش حلوه لاي حاجه غير حاجه واحده بس. لو انت مستعجله هتعملي بيها صوابع ايدك مثلا، هتعملي بيها منطقه الشنب او كده، هتكون يعني مش حلوه قوي، يعني مش هتأدي النفع كويس يعني. تمام، فانا بصراحه مش بحبها غير في حاجه واحده، ان حاجتين بصراحه. اول حاجه ان انا اعمل بيها بصوابع ايدي من هنا، او عملت سويت او ماكس وتفضل شويه شعر كده، فممكن ايه تشيليهم بيها، الملقاط هيشدوهم. ما حبيتهاش قوي يعني البشره الحساسه، بس عادي يعني، انا حاسه ان هي ايه هتأدي الغرض للبشره الحساسه، مش هتوجع قوي. بس في ابليكيتور بقى هتكلم عنها دلوقتي، دي كارثه للبشره الحساسه. تمام، فدي يعني ممكن نديها يعني 7/10 ولا حاجه، علشان هي مش بتأدي الغرض قوي. زي ما قلتلكوا بنركبها كده ونضغط، سامعين الصوت؟ مكنه يعني، حاجه فظيعه. نتكلم تاني حاجه عن اللي قلتلكوا عليها اللي هي وحشه خالص، اللي هي دي. بصوا، عامله شبه الشفره بتاعت الشباب، اللي هي بتاعت الشعر بتاع الراس ده اللي هما بيشيلوا بيه، فيها ناحيتين كده تقريبا، ناحيه 0 وناحيه 1، مش عارفه. هبقى اسال اخويا هو فاهم في الحاجات دي. المهم دي بقى بشعه بمعنى الكلمه يا جماعه، ما بتعملش اي حاجه. هي بتشيل الشعر بامانه، بس بتعمل شعر تحت الجلد بطريقه وحشه جدا خالص يعني. فدي محدش يستخدمها اساسا. تمام، عشان اختصارا للوقت، دي بشعه محدش يستخدمها، وليها غطا، معرفش الغطا على ايه، كنت اتمنى الغطا يجي للي هي بتاعه البشره احسن.
تمام. نتكلم دلوقتي على اللي هي بتاعه المساج. مش عايزه تطلع، مش عايزه تطلع ليه؟ مش مشكله يعني. بتاعه المساج دي عباره عن كور كده، لما بتتحط في الابليكيتور بتاعتها بتروح عامله ذبذبه وتمشي على البشره. دي تحفه تحفه. بعد ما بحط اي شيت ماسك او بحط مثلا سيرم بشغلها وبمشيها على وشي، بجد بتعمل ريلاكس حلو قوي 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 يعني. فدي حلوه برضو، دي حبيتها. هنتكلم برضو حاجه اللي قبل الاخيره، هي بتاعه صنفره القدم، صنفره الرجل، ليها غطا برضو. دي بقى تجنن يا جماعه، تجنن بجد بجد، تجنن قوي. انا حبيتها جدا جدا جدا. وكمان ساعات ببقى مستعجله مثلا وعايزه اخرج بسرعه، بروح عامله بيها، بتخلي الرجل ناعمه فوق ما تتخيلوا. احلى بقى من جهاز شول ده والكلام ده كله. يعني لو حد عايز يجيب جهاز شول وجهاز للبشره وكل ده، هيجمع 2 في 1 اهو. تمام. دي تحفه جدا جدا جدا. اخر حاجه هتكلم عنها هي بتاعه البشره. عجبتني قوي. هي تنفع للبشره الحساسه، ودي احلى حاجه عجبتني، لان انا ساعات وشي بيقلب حساس فما بقاش عارفه استخدم اي حاجه غير ايدي. بس هي عجبتني جدا لانها ناعمه قوي. عندي بس حاجه واحده معترض عليها، ان الشعر بتاعها مش بيقع لكن بيطلع لفوق كده. مش عارفه باين ولا لا، بس هو بيقعد يطلع يتشد لفوق كده، ما بيقعش والله ولا بيطلع في ايدي حتى، بس هو بيطلع لفوق كده. تمام. دول كل الحاجات. وبيجي معاها كمان الفرشه دي عشان ننضف بيها مكان انهي واحده دي ننضف بيها مكان ما عملنا ازاله للشعر، هنا او هنا بتنفضي بيها كده. دي كويسه يعني. تمام. والابليكيتور دي زي ما قلت لكم. طيب نتكلم دلوقتي بقى، هل المنتج عجبني؟ زي ما قلت لكم في حاجات منها عجبتني، في حاجات لا. يعني انا بستخدم منه 3 وفي 2 مش بستخدمهم قد كده، لكن ال3 التانيين بستخدمهم. ككل المنتج عجبني، بنصح اي حد بيه. اي حد عايز يشتري منتج يلخص فيه حاجه للمساج، بدل اللي هو الجيد رولر والبار اللي هي البيوتي بار، او مش عارفه اسمها ايه، اللي هي طالعه الفتره دي. فلا، هي هتلخص لك المساج وتنظيف بشره و بتاعه القدم 3 في 1. ولو انتي بتعملي ازاله للشعر ببراون التانية وعايزه تجيبيها وغاليه، فدي كمان هتقضي الغرض، هي زيها زي بعض. تمام. فكده الجهاز مكون من كل حاجه. انصح لو انتي عروسه تجيبيه، حتى لو انتي بنات عاديه هتجيبيه، هيفيدك جدا خالص. انا حبيته قوي قوي قوي. بس كده، ده كان الريفيو. تمام. انا حبيت اقول لكم عليه عشان لو شفتوه حابين تجيبوه انتم مغمضين عادي. هو سعره في الميتينات بس مش فاكره كام الحقيقه، بس هو يستاهل كل قرش اتدفع فيه. ان شاء الله بقى استنوا الفيديو الجاي، هيبقى عن جهاز برضو انتشر بقى الفتره دي بطريقه يعني غريبه جدا. فحذروا بقى، اكتبوا لي في الكومنتات يا ترى الفيديو ده عن ايه، او الجهاز ده ايه، وان شاء الله يطلع اجابتكم صح وتكونوا هو اللي في دماغكم يعني. انا متحمسه له برضو الفيديو الجاي او الريفيو الجاي، عشان انا بحب الجهاز ده برضو، هيفيدكم كتير. للناس اللي عندها رؤوس سودا بقى وحبوب كده، عايزه تنظف البشره بمعنى اصح. فاستنوا بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. بس كده، ده كان الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. باي باي.